تعالي اقولك يا ست الكل اكلة اخر الشهر الموفرة الجميلة السهلة السريعة واكنك قاعدة في احسن مطعم. حاجة كده جميلة وسريعة وعلى طول هنبتدي. واحلى بيتزا هتاكليها جميلة جدا ومن غير زبادي ومن غير لبن ومن غير اي حاجة وهتشوفي. معانا هنا كوباية وربع مية دافية دافية وربع معلقة ملح ومعلقتين سكر ومعلقة صغيرة خميرة فورية وهنركنهم على جنب. وهنجيب دي بتاعنا منخول 3 كوبايات وتلت 3 كوبايات وتلت نخلاهم. هحطهم كده في البولة بتاعتي وهجيب المية بالخميرة بالسكر بالملح واروح حطاهم عليهم. هلمهم كده على بعض وبس وتاكلي بصي احلى بيتزا، ولا محتاجه بقى لبن بودره ولا محتاجه زبادي ولا لبن رايب ولا الكلام ده كله. بيتزا بالميه وجميله جدا وسهله وسريعه والعجينه تحفه. احنا عايزينها كده العجينه بتلزق بسيط. انا هنا حطيت لها معلقه دقيق واحده بس برضو هي بتلزق بسيط، احنا عايزينها كده. هغطيها بقى واسيبها تخمر خمرة نص ساعة لغاية ما ادتني. بصوا المنظر اللي انتوا شايفينه ده جميلة جدا. خلاص كده هرش حبة دقيق بس كده على الرخامة واروح بقى عاملاها. انا هعملها على 2، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. انت عايزة تعمليها على 2 مقاس واحد فبراحتك، مش محتاجة نشابة ولا محتاجة اي حاجة، اعمليها كده بايدك. لاني انا هحشيها جبنه موزاريلا من بره ومن جوه. ما انا بقولك بقى اقتصاديه، بس يعني الجبنه الموزاريلا مش غاليه للدرجه اللي هي. حطي جبنه موزاريلا يعني النوع اللي انت بتحبيه، مش كتير من جوه ومش كتير من فوق الوش. وهتمشي الليله يا ست الكل. ما هو ما فيهاش لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، ما يبقاش بقى من كله. اعملي كده في النص كده وخدي اللي فوق دي اللي هنعملها التانية الصغيره. ومعانا الصينية بتاعتنا بتاعت البيتزا وهحط كده فيها يعني افضل اخبط فيها واظبطها على مقاس الصينية نفسها. الجبنة الموزاريلا حطيناها من جوه ولفيناها وبططناها بالمنظر ده. معايا معلقتين كده كاتشب هحط عليهم 2 او فصين 3 توم مهروسين كده وبس، مهروسين على الكاتشب بتدي ريحة وطعم خرافة. وحطي كده في الصينية وجيبي برضو الجبنة الموزاريلا حطيها من فوق الوش. بس كده. ومعايا طماطم بقى شرايح كده مقطعاها احطها بس كده من فوق الوش. انت بقى عايزة تحطي حاجة تانية براحتك. انا اديتك مقادير العجينة المظبوطة بتاعت البيتزا جميلة جدا واكلة اقتصادية، وبقولك اكنك قاعدة في احسن مطعم. اكلة اخر الشهر يا ست الكل. دي الصغيرة بقى هعملها نفس الطريقة. وفي نفس الوقت مشغلة الفرن على 180 وهحطها في الرف الوسطاني. بس كده وسهلة وسريعة وما بتاخدش وقت وجميلة جدا. والمقادير مظبوطة جدا. عايزة يعني بتختلف الدقيق من حد لحد، مثلا بتشتري منه فتحطي معلقة تقللي معلقة فبس، مفيش أزيد من كده. بسم الله ما شاء الله. حطيت الطماطم شرايح طماطم فوق الوش كده وبس. وهدخلها الفرن وطلعت لي بالمنظر ده وما شغلتش الشوايه، هي مع نفسها كده احمرت. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وقطعي بقى واعملي بقى عصير اي حاجه، بطاطس محمره جنبها، واكله اقتصاديه وحلوه. هتقولي لي الجبنه الموزاريلا غاليه؟ والله ما غاليه. انا كنت عايزه اعرف بس الكيس بكام بالظبط فما عرفتش.
ف يعني بصي مش للدرجة انها غالية، يعني حطي بقى اي جبنة انت عايزاها وجميلة جدا. تقطعي كده بقى بتقطعها، بصوا حكاية، وبتمط وجميلة وبتمط من جوه. هنا مش عارفة اقولها لك بس عشان سخنة قوي، يعني مش عارفة حتى امسكها. بسم الله ما شاء الله، العجينة تحفة والبيتزا تحفة جدا. اعمليها لولادك وحاجة كده جميلة ومن الآخر. وما تنسينيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكومنت حلو كده زيكم عشان أنا بفرح جدا بالكومنتات بتاعتكم، والمشاهدة يا جماعة للآخر، واللايك اللايك اللايك. هنا التانية الصغيرة تحفة. مليانة جبنة، مليانة من جوه ومن بره جبنة، والطعم حكاية. بصوا المطة واللون من تحت ما خدتش سوا خالص، يعني اول ما بتحسي ان هي خلاص من تحت كده ادت لون، تروحي شايلاها على طول. اي المطة اخيرا الجبنة بتمط. وبرضه عشان ما اكدبش دي جبنة الحمد، يعني عشان نبقى صراحة مع بعض برضه هي الحمد يعني. بسم الله ما شاء الله، جميلة وحلوة قوي قوي. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.